بصراحة هو قرار صعب، والسبب يبان لك ان هو بسيط، بس للأسف مش بالبساطة اللي انت شايفها دي. الموضوع عدى عليه شهر او اقل من كده، يعني دي هتبقى تاني مرة اغيرها. ببحث على اسمي عادي جدا اللي هو ريندر جيمر، بسرج عادي واحد يوتيوبر وعايز اشوف سجلات البحث وصلت لفين. طبعا لقيت اسمي في الاخر خالص فجأة، ولا كأن اي حاجة حصلت، ولا كأني اتفعلت، ولا كأني عملت اي حاجة. المهم لقيت واحد تاني ازيد مني في المشتركين، ربنا يبارك له، انا ما بحكدش على حد. الفرق ما بين اسمه واسمي جيمنج اللي هو الاي ان جي. بس دخلت كلمته بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، باشا، واخدت الموضوع كمان بهزار. طبعا انا بحثت على قناته، شفت الفيديوهات وشفت الموضوع ده كله. القناه دي بتاعته بقالها قد ايه؟ وقتها ما كملتش شهر حرفيا. قلت بس هو التيك توك فعلا. لقيت قناته برضه كبيره جدا على التيك توك، بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يبارك له. المهم كلمته وقلت له زي ما انت شايف كده. يعني طبعا الرد يعني كان صدمه بالنسبه لي، اللي هو ايه ده، انت بتتكلم معايا كده ليه؟ يلا ما علينا. في اللحظه ديت يعني لحظه احباط، يعني كانت بالنسبه لي يعني احبط. ايه ده يعني، انا كده كده اي حد هيبحث على اسمي او اي حاجه هيظهر له هو، وده بنسبه كبيره جدا، خصوصا ان محتوى ببجي موبايل بس زيي. فانا قلت في عقلي بالي بدل ما يجي لي حاله احباط واقف نشر فيديو، لان طبعا لما تتعب في قناتك وتتعب والاسم خلاص يبقى محفوظ. لان في ناس فعلا كتير كلمتني في الكومنتات بتقول لي انت ليه غيرت اسمك، احنا كنا متعودين على اسمك وصورتك القديمه وغيرته صاحب. وكمان يعني ما اعرفش جت معايا غلط ازاي اصلا، يعني كتبتها بشكل خاطئ. ولهذا السبب قررت اغير الاسم واغير الصوره. اوعدكم وعد حاسم، وعد ما فيش كلام فيه تاني، ان انا باذن الله باذن الله باذن الله هعمل صوره جديده واسم جديد، ومش هغيرهم تاني. دول اخر صوره واخر اسم، ومش هغيرهم نهائي. بس حبيت اوصل رساله اقل من دقيقتين، بحيث ان الناس تكون فاهمه وبس. سلام.